برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. صباح الجمال والخير على حضراتكم. معاكم من جديد منار بدر من برنامج مني ليك اللي بيكون معاكم على إذاعة برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. خليني دايما أفكركم إن كل اللي بيتقال هنا هو عبارة عن آراء شخصية بحتة ودردشة صحاب. حلقتنا النهاردة هتكون عن هو أنا ليه لازم أكون شخص ناجح في حياتي؟ الحقيقة إن السؤال ده دايما كان بيتكرر في دماغي كتير، بس هو في سؤال تاني أهم، هو إيه أصلا مفهوم النجاح؟ النجاح بيختلف من شخص للتاني، كل واحد بيشوف النجاح من وجهة نظره. في اللي بيشوف إنه مجرد يشتغل الشغلانة اللي بيحبها ويحلم بيها ده نجاح، وفي اللي شايفة إنها لو اتجوزت وربت ولادها وعلمتهم كويس ده نجاح، وفي اللي نفسه يترقى في شغله ويوصل لمكانة أعلى وياخد مرتب أعلى، ده كده نجاح. ولكن أنا النهاردة مش عايزة أتكلم عن دول، أنا عايزة أتكلم عن الشخص اللي عايز يكون ناجح في كل حاجة، الشخص اللي بيسعى للكمال في كل شيء، في الشغل، في حياته الشخصية، وفي علاقاته، وفي علاقته بربنا، وفي كل حاجة. على فكرة الشخص ده مش حالة نادرة ولا حاجة، كلنا الشخص ده، كلنا نفسنا نبقى كويسين في كل حاجة. من أول ما بنصحى من النوم بنسعى إننا نأدي في كل جانب من جوانب حياتنا بأحسن شكل. وبالمناسبة ده مش عيب أبدا ولا غلط، ولكن الحاجة الغلط هو إنك تنسى آدميتك، تنسى إنك في الأول وفي الآخر إنسان عندك نواقص، مش هتعرف تكون بيرفكت في كل حاجة، أكيد في حاجة ممكن ما تظبطش معاك، ودايما تقبل ده فيك، وخدها مني ليك إن أهم نجاح تحققه هو إنك ترضى عن نفسك. والحقيقة إن مش لازم فعلا تكون ناجح في كل حاجة، على قد ما لازم تكون مقتنع إن النجاح بيكمن في سلامك النفسي. بتمنى لكم يوم جميل زيكم، واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج مني ليك مع منار بدر على إذاعة برونتو اف ام. مع السلامة.